شفت لي مقطع لمصريه مذيعه تقول ايه القرف ده، ايه الكويت ومطار الكويت، وقلت الحمد لله اني انا طلعت من الكويت. ايه بريك ايه تقولي على الكويت والقرف الكويت؟ انت حاصل لك تدخلي الكويت ولا عامله تعملي شو للكويت عشان يتواصلوا معاكي انت نفسك تدخلي الكويت اصلا، مش هتخشي، لانك انت شايفه ناس وافدين من جماعتك يطلعوا فلوس ملايين من الكويت، بيشتغلوا بالحلال وبعرق جبينهم. انا القرف ده وايه المعامله دي؟ انت تحلمي، دي دولة الدستور، دولة الإنسانية، دولة المحبة. ايه تقولي القرف ده؟ الا انت القرف اللي ما احترمتيش الدولة اللي انت مريتي عليها. امشي بلا خرابيط انا عاوز تتغزلي، عاوز تغزلي الكويت عشان يقولك تعالي زوري الكويت. هو ليه مطار الكويت يعني على المستوى النفسي وعلى مستوى المعاملة الواحد بيروحوا وهو شايل هم، حتى لو ترانزيت على فكرة، بيروحوا هو شايل هم ان هو معدي من مطار الكويت. ليه بتدوا الانطباع ده للبشر انه لازم الناس هناك تكون متجهمة، لازم تعاملوا الناس بقرف، لازم يكون في حمل على قلبك كده، اللي هو تخرج من المطار تقول الحمد لله اني طلعت منه على خير، وانت مش عامل حاجة، انت بتمر. يعني انا بتكلم كمان على ايه؟ على بتوع الترانزيت، ما بتكلمش بقى على داخل البلد. داخل البلد ده بيبقى ليه يعني معامله سبيشال جميله. وعلى فكره مش بتكلم على جنسيه محدده، يعني مش بيعملوا كده مع جنسيه محدده، بس من الملاحظ ان ده ما بيتعملش مع جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي مثلا، ده ما